انسوا بقى اي طريقة للجاتوه وجربوا طريقة الجاتوه ده، جاتوه شاتوه كريم كراميل، حاجة كده خيال، طبقات من السعادة. بجد هتنفعك جدا للعزومات، هتنفعك للحفلات، بجد خطير. بجد كده حاجة كده طعمها حلو جدا، مختلف عن الجاتوه اللي احنا بنعمله او اللي احنا متعودين عليه. حاجة كده طعمها حلو جدا وسهلة بسيطة، وكلها برضو في صاج واحد. عايزة اقول لكم ان هو سهل وما اخدش مني وقت، وطبقاته كده خيال وطعمها كده خطير. ما انتش عارفة كده تفرقي ما بين الكيك والكراميل والطبقة الكريمية. نقول كده بسم الله، وبجيب بولة وبحط فيها 3 بيضات عشان احضر الكيك بتاعي، وبحط فيها نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السكر، وبضرب المكونات كويس جدا بالمضرب الكهربائي زي ما انتم شايفين كده. وممكن استخدم الخلاط عادي مفيش مشكلة. وطبعا بحط معلقتين من الخل للكيك الشوكولاتة بتاعنا. بعد كده ببتدي ان انا انخل عليهم كوباية ونص من الدقيق، عليهم كمان 3 معالق كبار من الكاكاو، عليهم كمان باكو كيك شيف. لو ما عندكيش كيك شيف ممكن تستخدمي معلقه كبيره من البيكنج باودر العادي، ونص معلقه صغيره من بيكنج صودا. بس انا ما كانش عندي بيكنج صودا، حطيت كيك شيف وكان ممتاز جدا. هندخلهم كويس جدا وبشيل التكتلات بتاعه الكاكاو. وبعد كده بقلب المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده بالويسك العادي اليدوي العادي. هتلاقي القوام بتاعك تقيل جدا. تكوني محضره كوبايه من الميه المغليه وتضيفيها عليه بعد ما يختفي الدقيق تماما، هتلاقيها فكت معاكي وهيبقى معاكي القوام سايل زي ما انت هتشوفيه معايا كده. بقلبهم على طول كده زي ما انتم شايفين، واكون طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 180. هتقعد تقريبا معايا ربع ساعه، مش اكتر من كده. شايفين قوام الكيك عامل ازاي؟ بجيب بقى صينيه او صاج 30 في 40 وبحط فيه ورق زبده، وابتدي ان انا افرد فيه الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واطلع الهواء اللي موجود فيه بخبطه خبطتين كده للصاج بتاعي على البورد بتاعي. بساوي كده الكيك بتاعي في الصاج وبدخله الفرن. هيطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده قمر كيك فادجي حلو جدا. ببتدي ان انا اسلك الحروف بالشكل ده، وبجيب ورق زبده وابتدي ان انا اجيب صاج تاني، وطبعا بعد ما بيهدى شويه واقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبشيل ورق الزبده من عليه مفيش اي مشكله. وابتدي ان انا اغطيه واركنه جنبي لحد لما يبرد تماما، واحضر الطبقات بتاعتي. نفس الصاج بجيبه واحط فيه ورق استرتش راب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده ال الكراميل اللي بيبقى موجود في اكياس الكريم كراميل. حطيته كده زي ما انتوا شايفين في الصاج من تحت، وركنت الصاج عندي على جنب. بعد كده بجيب لتر من الحليب، عليه كوبايه من الميه، وباكيتين من الكريم كراميل البودر اللي احنا عارفينه. برفعه على النار لحد لما يخش في الغليان، وبضيف عليه كده 50 جرام من اي بسكوت ساده زي ما انتوا شايفين كده. بابتدي ان أنا اضربهم في الخلاط او الهاند بلندر، بس لو هتضربيه في الخلاط بس بيبرد تماما الاول. وبعد كده بتبتدي ان انت تضربيه كويس جدا لحد لما يدوب معايا البسكوت كده. بعد كده بجيب الصاج اللي حطيت فيه طبقه الكراميل اللي موجود في اكياس الكريم كراميل بالشكل ده، وابتدي ان انا اجيب الاسباتيول وبالراحه كده ببتدي ان انا اضيف الكراميل. طبعا بعد ما يهدى شويه، مش وهو سخن قوي اول ما ينزل من النار، يهدى شويه كده وبتبتدي ان انت تضيفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسويه في الصينيه واسيبه يبرد تماما واحطه في التلاجة لمده ساعه. بحضر بقى طبقه الجريش بتاعتي او الكريمه. ببتدي ان انا اجيب 200 جرام من الشوكولاته الخام، اي نوع شوكولاته تفضليه، وربع كوبايه من الحليب السخن جدا. ببتدي ان انا اقلبهم لحد لما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وتكون الشوكولاته دابت معايا تماما. بركنها على جنب. وبعد كده بجيب 200 جرام من بودره الكريم شانتيه، عليهم كوبايه لبن ساقع جدا، وابتدي ان انا اضربهم بالمضرب الكهربائي. وبعد ما تبرد معايا الشوكولاته تماما وبضرب الكريمه زي ما انتم شايفين للقوام اللي انتم شايفينه معايا ده، ببتدي ان انا اضيف الشوكولاته بالشكل ده، وهيبقى معاكي احلى كريمه بكريمه الجناش كده. طعمها خيال، بيوديكي في حته تانية خالص. ببتدي ان انا اديها ضربه كده لحد لما المكونات كلها تتجانس مع بعض وتديني القوام ده. بعبيها بقى في كيس حلواني. وبعد ما برد معايا الكريم كراميل بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بابتدي إن أنا أحط طبقة الكريمة بكيس الحلواني، بيسهل معايا الموضوع خالص. بابتدي إن أنا أسويه كده بأي حاجة عندِك كده زي ما أنتم شايفين. وبعد كده بابتدي إن أنا أضيف طبقة الكيك بتاعي. طبقة الكيك بتاعي حتى لو كسرت منِّك زي ما هي كسرت مني كده وأنا باحطها، ما تقلقيش ما فيش أي مشكلة. بابتدي إن أنا أسويها، وبعد كده باغطيها كده بورقة بعد ما باحطها فوق الوش، بابتدي إن أنا أحطها في التلاجة كده ساعتين 3، ويستحسن تبيتيها في التلاجة وتقلبيها في الصينية. هتطلع معاكِ زي ما أنتم شايفين كده. باشيل ورقة الاسترتش راب بالشكل ده، وابتدي إن أنا أقطعها بالشكل ده بترانش يكون باحطه في مَيّة سخنة وامسحه، وابتدي إن أنا أقطعها كده من النُص،
ممكن تقطعيها على 3. انا قطعتها على 2، فكانت قطعة الجاتوه كانت ما شاء الله كانت كبيرة، ممكن تقطعيها على 3 زي ما انتم شايفين كده. بحط السكينة او الطرنش عندي في مية سخنة وبمسحه، وبعد كده ببتدي ان انا اقطعه، ومع كل تقطيع الجاتوه ببتدي ان انا احط السكينة او الطرنش عندي في مية سخنة. اما عن طعم الجاتوه عايزه اقول لكم انه خيال، قصه كده بجد يا جماعه. جربوها الوصفه دي هتعجبكم جدا للحفلات، يكون عندك عيد ميلاد تعمليها لسهره، بجد خطيره وطعمها كده يجنن، بجد خطيره. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.